بيكم متابعينا، احنا بتوع الملخصات. فيلمنا النهاردة كله مشاعر وعياط وحركات وشوية أطفال زي العسل. كملوا معانا الفيديو للآخر ومش هتندموا أبدا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في المستقبل حوالي كده سنة 3000 وحاجة، وبنلاقي نفسنا في ملجأ، ولكن مش أي ملجأ، ده ملجأ الأحلام والجمال. وبنشوف بطلتنا قيمة وهي صاحية وكلها نشاط وحيوية، وبتصحي باقي اخواتها في الملجأ بمنتهى الكياتة، وبتاخد الصغننة اللي انتوا شايفينها دي وبتسرح لها شعرها وتدلعها، وده لأنها بالليل هتمشي مع أسرة جايين يتبنوها. وبنعرف إن قيمة عايشة في الملجأ ده من وهي بيبي لحد ما بقت دلوقتي عروسة ما شاء الله عندها 15 سنة، وكلهم في الملجأ بيكونوا مبسوطين قوي وإخوات مع بعض. واللي بيهتم بيهم هي مديرة الملجأ الأم إيزابيلا، اللي كلهم بيموتوا فيها وهي بتحبهم قوي. وبعد ما بيفطروا بيروحوا عشان عندهم اختبار، لأنهم كمان بيعلموهم في الملجأ. وبنعرف إن أشطر وأذكى 3 ولاد في الملجأ هما بطلتنا قيمة ونورمان وري. وبعدها بيخرجوا كلهم يلعبوا في الجنينة اللي بتكون جميلة قوي وشكلها مبهج ولا جنينة الأورمون، وكل شيء بيكون مسموح ليهم جوه الملجأ إلا حاجة واحدة بس، إنهم يعدوا السور ده أو حتى يخرجوا بره. لكن هم في الحقيقة محدش فيهم حاول ولا حتى فكر إنه يعمل كده، لأنهم عايشين بمنتهى السعادة جوه الملجأ. وحتى لما بيكبروا بتاخدهم أسر وتتبناهم، ولحد لما بيجي بالليل الطفلة الصغننة دي بيجي ميعاد رحيلها، وقيمة بتسلم عليها وبتحضنها. ولما بيطلعوا لفوق بيلاقوا إن البنوتة نسيت الدبدوب بتاعها وإنها ما بتعرفش تنام من غيره، وقيمة بتفكر إنها تجري وتلحقها، ورغم إن ده ممنوع وخطر بس هي بتصعب عليها قوي وبتروح وبيكون معاها صديقها نورمان. لكن لما بيخرجوا بيلاقوا كارثة بره ما كانوش عاملين حسابها خالص، وده لأنهم بيشوفوا عربية كبيرة واقفة قدام الملجأ، ولما بيبصوا جواها بتكون الصدمة، لأنهم بيلاقوا الطفلة الصغننة ميتة ومحطوط عليها يا عيني وردة، ولسه هيصرخوا بيسمعوا صوت جاي فبيستخبوا وبيلاقوا كارثة أكبر من اللي قبلها، وهي 2 من الوحوش شكلهم مخيف. وواحد منهم بيقول لصاحبه بصوت مرعب إن العيال بتوع الملجأ دول لحمتهم طعمة ولذيذة قوي ولا لحمة قصر الكبابجي. وطبعا قيمة بتكون مذهولة من اللي بتسمعه، وواضح إن الطفلة دي مش أول واحدة. وبتاخد قيمة الكارثة التالتة في وشها لما بتلاقي الأم إيزابيلا جاية للوحوش وبتتكلم معاهم عادي جدا، وبتقول لهم المرة الجاية بقى هجيب لكم صفوة الملجأ وهجيب لكم أشطر عيال عندي عشان تبسطوا كده وانتوا بتاكلوهم. وفي الوقت ده بيرجع قيمة ونورمان للملجأ، بس بيبقوا نسيوا الدبدوب بتاع الطفلة مكان ما كانوا مستخبيين تحت العربية، والوحش بيشوفه وبيديه لإيزابيلا وبيقول لها شوفي مين غفلك وطلع بره الملجأ. وبعدها بيدخل قيمة ونورمان الملجأ وعلى وشهم الرعب، ونورمان بيقول لقيمة إن كله هيتحل وإنهم هيتصرفوا وهنهرب كلنا وباقي إخواتنا في الملجأ. وبعدها بيقابلهم ري وبيقول لهم هو في ايه، فبيقولوا له مفيش، احنا بس كنا بندي الطفلة الدبدوب ورجعنا، ومش بيرضوا ان هم يحكوا له على اي حاجة من اللي حصلت. وتاني يوم الصبح قيمة بتغصب على نفسها انها تتعامل بطبيعتها، وده لانها خايفة من ايزابيلا بس بتكون لسه في حالة صدمة، وده طبعا بسبب اللي شافته امبارح. ونورمان كمان بيكون لسه في نفس حالة الصدمة دي بس بيحاول يتمسك عشان يبان طبيعي. وبعد ما بيخلصوا فطار بتروح قيمة ونورمان عشان يستكشفوا المكان عشان يعرفوا هيهربوا ازاي. لكن بعد ما بيعدوا السور الصغير اللي بيكون وهمي بيلاقوا السور الحقيقي اللي بيكون كبير وعملاق وعالي جدا، فبيقولوا احنا ممكن نحاول نطلعه بحبل، ولسه بيفكروا في خطة فبتنادي عليهم إيزابيلا بالجرس وبيرجعوا جري قبل ما هي تاخد بالها، وبيلاقوا بنوتة صغيرة قاعدة بتعيط وبتقول لإيزابيلا إن صاحبتها تايهة في الجنينة. فإيزابيلا بتقول لها بسيطة وبتطلع جهاز التتبع اللي بيعرفها الأطفال موجودين فين، وده طبعا لأنها موصلاه بكل الأطفال عن طريق حلق في ودانهم. وبترجع بالطفلة وقيمة ونورمان بيفهموا إنهم لو حاولوا يهربوا إيزابيلا هتعرف مكانهم بسهولة، وده طبعا عن طريق جهاز التتبع. وتاني يوم بيدخلوا في الجنينة من جوه وبيبدأوا يحضروا الحبل عشان يهربوا بيه، وري بيقفشهم وبيضطروا انهم يحكوا له اللي حصل، فبيقول لهم زي الفل كلنا هنهرب بس العيال الصغيره دي مش هتعرف تهرب معانا. فقيمه بتقول له احنا هنظبطها سوا، فبيقول لها اتفقنا. وبعدها بيقعدوا يدوروا في الكتب على اي حاجه تخص الوحوش اللي شافوها، وبيعرفوا ان الدور عليهم هما ال3، ده لانهم اكبر واشطر 3 في الملجأ.
وبنلاقي إيزابيلا جاية ومعاها أم تانية عشان طبعا تساعدها في الاهتمام بالولاد، وهو بالمرة تراقبهم وبتقول لهم أنا كروم. وبعدها إيزابيلا بتقول لها عينك على العيال، لأنهم عرفوا الحقيقة بتاعة الملجأ. فبتقول لها طب ما نقول لأصحاب الملجأ اللي مشغليننا، بس إيزابيلا بتمسكها وبتقول لها هو انت شايفاني هفق؟ دول شوية عيال وأنا هتصرف معاهم. وفي اليوم اللي بعده بتكون إيما بدأت خطتها، وهي إنهم يحاولوا يمرنوا الأطفال على الجري والهروب، بس طبعا على شكل لعبة واستغماية، وده لأن المربيات واقفين وعينيهم عليهم ومش عايزينهم ياخدوا بالهم. وبتكون كروم مركزة معاهم قوي وقال يعني بتلعب معاهم. وبعدها نورمان بيقول لإيما إن في بينا عصفورة بتنقل الأخبار لإيزابيلا، وبيقول لها احنا هنعمل اختبار عشان نكشف مين اللي بينقل الأخبار. وبيجيب ولد وبنت بيكونوا شاكين فيهم وبيحكي لهم على موضوع الوحوش، وبيقولوا لهم على الأدوات اللي هيهربوا بيها، وكل واحد بيقولوا له على مكان مختلف. لكن نورمان بذكائه بيروح كمان عشان يختبر راي، واللي بيحسبه بيلاقيه، وبيطلع راي هو الجاسوس عليهم. وبنعرف ان الزئرد الصغنن ده عارف موضوع الملجأ من زمان جدا، وانه عمل صفقة مع إيزابيلا لما عرف، وهي ان يقول لها على كل كبيرة وصغيرة بتحصل في الملجأ مقابل انها ما تقدموش للوحوش، على الاقل يعني لحد لما يكبر شوية ويشد حيله. وبنعرف ان راي لعبها صح، لانه عمل كده مع إيزابيلا عشان تتلهي عنه وان هو يقدر يهرب، وفي نفس الوقت خد لعبة الطفلة وخلى إيما ونورمان يروحوا وراها، وده طبعا عشان يعرفوا الحقيقة وبرضه يهرب معاهم. وفي الحالتين هو عايز يهرب وخلاص. وإيما قالت له اللي حصل ده هيفيدنا قوي، لأننا هنقدر عن طريقك نوصل كل المعلومات اللي عايزين إيزابيلا تعرفها بس. وفعلا بعد ما كل ما بينام راي بيروح لها وبيقول لها خدي بالك من المساعدة بتاعتك الجديدة، وكمان خدي بالك ان في حد عايز يخلص منك. فبتقول له ماشي يا راي، حضر نفسك بقى لان عيد ميلادك قرب وده هيكون اخر يوم تقضيه هنا. وبيفهم طبعا انه هيتقدم للوحوش، وبعدها بيكونوا متجمعين عشان يكملوا الخطة بتاعتهم، وبيتفاجئوا بالأم كروم اللي بتكون سامعاهم وبتتصنت عليهم وبتقول لهم أنا معاكم مش عليكم. وبتقول لهم المفاجأة وهي إنها كانت في يوم من الأيام زيها زيهم وعايشة في الملجأ، وإنها عرفت الحقيقة وفكرت فعلا إن هي تهرب زيهم، بس طبعا هم قدروا يكشفوها بسبب جهاز التتبع، وقررت إن هي تستسلم وتشتغل مربية وخلاص. وبتقول لهم إن هم لو هربوا إيزابيلا هتطرد من مكانها وهي هتمسك مكانها، وده أحسن تعويض ليها. وبتقول لهم تعالوا لي بالليل الأوضة عشان نكمل كلامنا. ولما بيروحوا لها بتفهمهم كل الموضوع، وبتقول لهم إن العالم اللي بره ده كان فيه حرب بين البشر والوحوش، وعشان الحرب دي تنتهي اتفقوا إن البشر كل فترة هيدوا الوحوش بني آدمين عشان ياكلوهم ويتغذوا عليهم، ودول طبعا اللي بيكونوا ملهمش عيلة في الملاجئ زيهم كده. وقالت لهم إن في جهاز يقدروا يعملوه عشان يبطل جهاز التتبع اللي عند إيزابيلا، وبكده هيهربوا بسهولة. وبعد تحذير راي لإيزابيلا ناحية المربية الجديدة قررت إن هي تمشيها، وراحت عشان تقابل صاحبة الملجأ، وقالت لها إيزابيلا بقت خطر على الولاد وإننا لازم نعرفهم الحقيقة، بس الست مش بتهتم وبتقول لها إيزابيلا هتتعامل وإنها قد المسؤولية. وظهر من ورا المربية كروم وحش من الوحوش، وبنعرف إنهم أمروا بقتلها، وده طبعا عشان ما تعمل لهمش صداع. وفي اليوم اللي بعده بيكون راي بيحاول إن هو يلهي إيزابيلا عشان إيما ونورمان يجربوا الحبل، ولأن إيزابيلا ذكية قوي فبتفهم وبتدخل راي أوضة وبتقفل عليه، وبتروح لإيما ونورمان وبتقول لهم اللي بيعملوه ده آخرته وحشة لأنهم مش هيقدروا يهربوا من هنا. وإيما بتمسك إيزابيلا عشان نورمان يهرب، فبتروح إيزابيلا بكل جبروت كسر رجليها، وطبعا نورمان بيخاف وبيقف مكانه مذهول. فبتقول له إيزابيلا حضر نفسك يا حلو عشان الوحوش جعانة، فبيفهم إن الدور عليه. وبعدها إيما بتكون عايزة إن هي تنقذ نورمان بأي شكل، وبيتفقوا على خطة وبيبدأ نورمان إن هو ينفذها، وبيدوله شنطة مليانة أكل عشان رحلة الهروب، وبياخد نورمان الحبل وبيروح عشان ينفذ الخطة. لكن الصدمة إنه بيرجع لهم تاني، ولما إيما وراي بيشوفوه بيكونوا هيضربوه من كتر الغيظ، وبيقولوا له انت ايه اللي رجعك؟ فبيقول لهم انا طلعت السور والدنيا كانت زي الفل، بس اتصدمت لما بصيت لتحت ما لقيتش اي حاجة ولقيت فراغ، بس قدرت اعرف ان حوالين السور مساحة فاضية كبيرة جدا، لكن من ناحية البوابة في جسر وده اللي احنا هنقدر نعديه ونهرب منه. وبيقول لهم انه هيضحي بنفسه عشان يفدي الباقيين.
ولما بيخرجوا بره الملجأ للوحوش بيلاقي واحد مسؤول عن عملية تقديمهم للوحوش وبيكون اسمه الزعيم، ونورمان بيقوله إن مفيش حد خالص معترض على اللي بيحصل لنا ده، فبيقوله لا طبعا فيه، وبرضه بنقدمهم للوحوش لأننا مش عايزين حرب تاني بينا وبينهم. وبعد موت نورمان بشهرين بتكون إيما وراي نفسيتهم متدمرة حرفيا، وإيزابيلا بتطمن إنهم خلاص صرفوا نظر عن فكرة الهرب. وقبل عيد ميلاد راي بيوم بيقول لإيما إنه عنده خطة جهنمية، وبتكون الخطة هي إنه يحرق نفسه عشان إيزابيلا تتلهي وإن هما يقدروا يهربوا في الوقت ده. فإيما بتقوله بطل هبل، إحنا هنهرب سوا، وبتقوله إحنا هنحط هدومك وشوية حاجات عشان تبين إنك فعلا بتتحرق، وبكده نقدر نوهم إيزابيلا فعلا. وبيبدأوا في تنفيذ الخطة، وأول خطوة بتكون إنهم بيودعوا الأطفال الصغيرين لأنهم مش هيقدروا على تعب الهروب والمطاردات، وبيبدأوا فعلا بحرق المكان. وفعلا بتجري إيزابيلا وبتقول لهم اطلعوا بره، وبتبدأ تطفي الحريق بالطفاية، لكن في لحظة بتكتشف الخدعة اللي حصلت، فبتعرف إنهم هيهربوا، وفعلا بيبقى كل الأطفال خلاص بدأوا في الهروب، وبيكونوا عاملين حبل بين السور وبين الشجرة اللي الناحية التانية، وبيستخدموا شماعات الهدوم عشان يقدروا يتحركوا على الحبال. وفعلا كلهم بينجحوا إنهم يعدوا بمنتهى السهولة، واللي فاضلة بس بتكون هي إيما، وإيزابيلا بتلحقها وبتقول لها انت قدامك حل من الاتنين، يا ترجعي معايا يا تطلعي على الحبل ده وانا هقطعه وهتموتي. فإيما بتقول لها انت بتعملي كده ليه؟ فبتفاجئها إيزابيلا وبتقول لها انها في يوم من الايام كانت زيها هنا وهي قدها كده، حاولت ان هي تهرب بس فشلت، وبعدها بقت حامل وقررت ان هي تستنى وولدت ابنها هنا، وبتصدمها لما بتقول لها ان ابنها يبقى هو راي. فبتقول لها يا إيزابيلا انت كنتي ام لينا واكيد مش هتقدري تأذينا، واكيد برضو هتسيبينا نهرب من المصير المتوحش اللي مستنينا. وبتبدأ إيما تتحرك، وإيزابيلا بتفكر ان هي تقطع الحبل، لكن بترجع في كلامها وبتبص لهم بنظرة كلها حب، وده لانها حبتهم فعلا وكانت ام ليهم بجد، وكمان لان ابنها هرب معاهم وبقى في امان. وبياخدوها عشان يعاقبوها لأنها ساعدت الأطفال، وبيخلوا الوحش ياكلها. أما إيما والأطفال بيطلعوا برا الملجأ، وبنعرف إن المربية الجديدة كانت سايبة لهم قلم وجواه خريطة، وده طبعا عشان يقدروا يهربوا بسهولة. وبتبص إيما قدامها بنظرة كلها أمل، لأنها بتكون واثقة إن أيامها هتكون أحلى من أي يوم فات، حتى ولو كانت عايشة في أرض الأحلام والجمال. وبكده يكون خلاص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم اعملوا لي لايك لأنه بيفرق معايا جدا، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الملخصات اللي عايزيني اعملها وانا عنيا ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.